عمرك وقفت قدام منتج من مستحضرات التجميل وسألت نفسك هو معمول من إيه؟ أو هل ممكن أقدر أعمل منتج زي ده في البيت؟ أو حتى أبدأ مشروع في المجال ده؟ الحقيقة الإجابة ببساطة أسهل مما تتخيل. السلام عليكم وأهلا بيكم في ماركير، معاكم محمد شعلان، والنهاردة هنتكلم إزاي أعمل منتجات مستحضرات التجميل بنفسي. كتير بيعاني من غلاء الأسعار بالنسبة لمستحضرات التجميل، وأحيانا كتير ما بنبقاش ضامنين المواد الخام اللي تم استخدامها لصناعة المنتجات دي. وكتير كان طول الوقت بيحلم إن يدخل المجال ده، ولكن كان دايما بيقابله تحديات وعقبات. أبدأ منين؟ محتاج إيه؟ أو هل ممكن أقدر أعمل منتجات تبقى فعالة وآمنة؟ الإجابة ببساطة إنك لازم تتعلم أساسيات صناعة مستحضرات التجميل، وتعرف المواد الخام اللي هتستخدمها سواء كانت كيميائية أو طبيعية، وإحنا هنا هنركز على المواد الخام الطبيعية فقط. طب هل الموضوع ده ليه قيمة مالية؟ ناس كتير بدأت تعمل تركيبات وتبيعها لأصحابها وعيلتها، ومع الوقت بدأ المشروع يكبر وبدأت تبيع منتجاتها أونلاين. يعني ده بيثبت إن هي دي حاجة واقعية وكمان تقدر تحققها، مفيش حاجة مستحيلة. طب إيه هي الفايدة اللي هتعود عليا إن أنا أتعلم صناعة مستحضرات التجميل؟ أولها إني هوفر فلوس إني مشتريش المنتجات الغالية، كمان هقدر إن أنا أصنع منتجات بنفسي بأسس علمية وتبقى آمنة وصحية ليا ولعيلتي، وممكن ده يفتح لي باب رزق أنا ما كنتش واخد بالي منه. طيب أنا مفروض أعمل إيه عشان أبدأ أتعلم صناعة مستحضرات التجميل؟ ببساطة هتتابع الكورس المجاني، مش هتدفع أي حاجة، مجاني تماما على قناتنا على اليوتيوب. وفي الجزء الجاي هبدأ أشرح كل حاجة عن الخامات والأدوات اللي هنحتاجها لصناعة مستحضرات التجميل بتاعتنا. مستني إيه؟ كل اللي عليك إنك تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة، ويلا بينا نبدأ رحلة التعلم في صناعة مستحضرات التجميل. هشوفكم في الجزء اللي جاي.